تجسد الالتزام ودخل خط الشط الشرقي مرحلة الاستغلال قبل عيد الأضحى، وهو المشروع الذي سيدعم تموين مدينة تيارت بالمياه، وقد أشرفت على استكماله سواعد وطنية رفعت التحدي وكانت في الموعد. الحمد لله تم الإنجاز في مدة قصيرة، وذلك تلبية لنداء السلطات العليا ونداء المواطنين. شارك الديوان الوطني للسقي وصرف المياه في تحدي المتعلق بالمشكل توصيل الماء الشاروب لمدينة تيارت. تم تجنيد فرق H24 يعني 24 ساعة، ثلاث فرق على مستوى جميع الجبهات، حيث تم وضع مشاركة مع المؤسسات المكلفة بالإنجاز عدة تجهيزات وتركيبات. سخرنا جميع الإطارات وجميع العمال، جميع الآليات، جميع آليات الحفر، جميع آليات لخوض التحدي، والحمد لله كنا عند حسن ظن وزارة الموارد المائية، وأتممنا المشروع في أجال محددة. هذا وينتظر تجسيد مشاريع أخرى في قطاع الري للتكفل بمتطلبات المواطنين. وضعنا حيز الخدمة التحويل الشط الشرقي على مسافة 42 كيلومتر، اللي راح يمكننا من جلب 10,000 متر مكعب. هذا المشروع اللي السيد رئيس الجمهورية أعطى أوامر صارمة غير قابلة للمراجعة من أجل إتمام هذا المشروع عشية عيد الأضحى، والحمد لله وفقنا في ذلك. إن شاء الله الأحد بعد عيد الأضحى المبارك ستكون هنا المؤسسات للانطلاق. هي شرعت في التحضير تحضيرات إدارية من أجل الانطلاق مباشرة في تحويل سد عجرماية، اللي فيه تحويل على مسافة 120 كيلومتر، فيه محطتي ضخ، فيه خزان مائي، يعني بالفعل هو مركب مائي. ونقول للساكنة نتاع ولاية تيارت، المشاريع راكم شفتوا فيها اللي تجسد، فيها اللي راح ينطلق بعد أسبوع، الأموال رصدت. المشاريع المسجلة لفائدة ولاية تيارت من شأنها توفير موارد مائية كافية تساهم في تحسين الخدمة العمومية.